اسمه محمد إسرائيل. إسرائيل؟ إيه من نصها. شو تشتغل هون على المصفى؟ الصاج والله، فطاير زعتر جبن فليفي، لا في شوية شغل الحمد لله. يعني كنت تشتغل بهي المصلحة؟ إيه بس ما هو كثير، شوي يعني تحلمت وفتحت حالي. الله يسلمك. وجه كلمة للشباب اللي من عمرك اللي عم يطلعوا يمشوا بالشوارع عم يطلبوا من الناس. وجه له الله يرزقهم ويروح يدوروا على الشغل، إن شاء الله الله بيرزقهم كمان. يعني واحد أي شيء يشتغله أحسن ما يشتغل، صح؟ ايوه احسن ما يكسر ايده ويتمنى فلان وعلان، يشتغل يعني يفتح له بسطه، يشتغل بمحلات، كلها بتعينه ان شاء الله اذا اشتغل. والشاب ما بيعيبوا شيء، ايش ما اشتغل كويس. ايه الشاب ما بيعيبه شيء، مضبوط، ايش مشتغل يعني ان شاء الله. طبعا يا جماعه انا طالع من شارع 30 باتجاه الكورنيش، فسبحان الله بالصدفه يعني هون هيك بصير حاجز عين شيب، وهون هيك شارع 30 لتحت يعني. فسبحان الله صادفت هذا الشاب هون فاتح بسطه طاولة وعليها هيك صاج صغير جنبه، وما شاء الله يعني عنده خبز، عنده مناقيش. انه ايش بتوجه رسالة للشباب اللي بعمرك؟ فقال لي انه يشتغل اي شغله وما يكسر نفسه ويعتز الناس ويمد ايده للناس. فسبحان الله هلا فرجيكم القصه كلياتها يعني ما عنده غير هدول، هو مخلص عجين هلا ما بيان عنده. وهالصاج يعني مشروع صغير وبسيط جدا، فتح بحيث انه يشتغل ويعتمد على حاله وما يعتز الناس. هذا العنوان شارع 30 قبل حاجز عين شيب، قريب من هالمي، من هالمي صاير هنيك لقدام.